انا مش مستحمل اكمل الفيديو والله. تقريبا هو العروسه هتيجي تاخده باين. والله فرحنا لك يا ولا والله فرحنا لك. ازيك يا شباب، من ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا في شويه ترندات لسه ظاهرين على الساحه، طبعا مش هيعدوا على ارمك، لازم نتكلم عليهم، مش هنفوتنا كده. طبعا لازم نقول نفس الكلمتين تاني برضه. لو عجبك الفيديو لازم تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد، ما بتزهقش. خلينا كده البساط احمدي على النبي، وندعي لاخواتنا يا رب ينصرهم يا رب ويعينهم لما فيه، ونخش في الموضوع على طول. اسود يا نهار، انا بقيت مره. ايوه مره طبعا. امال ايه؟ فاكره نفسك راجل ولا ايه؟ هي مش عاجبك الكلمه ولا ايه؟ ما هو انت خلاص يا عيني، اللي كان بيطبطب يا عيني خلاص ما انت سبتيه. انت خليك انت في اللي بيحكمك ويشكمك، ده انت عايزه كده. مش لازم اكون راجل، بس مش لازم اكون مره. لا مره طبعا. لا هو حلوه كده، هي الكلمه دي حلوه، هي عاجباه، داخله دماغه، مش هي انت بتضحكي، انت كده عاجبك الكلمه. ما نقعدش نحاور على بعض. كل وعد وعدتهولك اوفيهولك ما تخافيش. لا انا عاجبني ان الاتنين متقامين مع بعض. لا وايه، بسم الله ما شاء الله، جايب لها عربيه مرسيدس هديه. والله العظيم مرسيدس هديه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيدك يا عم. قوي للحاجات دي، يعني عاجبني كل ما يجيب حاجه يحضن. والله دي حاجه فتره الخطوبه، ده بقى الموضوع متطور قوي والله. الواحد عايز يخطب والله العظيم. يعني عاجبني قوي الحاجات دي، اللي هي جاب لك مرسيدس فياخد حضن. اكيد طب جاب لي مرسيدس طبعا، يعني هيجيب لي اكتر من كده ايه يعني. عربيه حضرتك اللي هو طلعه لك في الاخر، ده مفتاح العربيه اللي انت شفتيها انبهرتي، بتنبهر بيه المفتاح. ما هو ده مفتاح العربيه. هي الفيك بقى وصل للدرجه ده مفتاح العربيه، مفتاح العربيه اللي انت شفتيها. فينك يا حليمو فينك. بعد الفيديو ده طبعا المخطوبين كل واحده هتروح تقول لخطيبها ده اموله جاي لها عربيه مرسيدس. ده راجل معاه فلوس، احنا اخرنا ممكن نطلع نضرب 2 ايس كريم 2 عصير قصب بنروح، ده اخر. كل واحد يبقى عارف برضه الدنيا رايحه فين. اديك رخصه ظلمني يا ابني، الفسك والاستوديو. تعرف بقى ان هي اتجوزته عشان كده، عشان ما بيخافش. سابت حليم الكيوت المحترم وراحت للباب بوي اللي مش بيهتم. هي البنات شريره، هتبيعك في لحظه لو حست ان حد عنده تيستو اعلى منك، واثق في نفسه اكتر منك. وواضح من عياطك في اللايف ان انت فاهم الدنيا غلط خالص. هما مش بيحبوا الراجل الضعيف يا حليم، ومهما كان عندك فلوس مش هيفرق مع اللي عندها اوبشنز. عشان كده برضو كنت قلت لك ما تتجوزش واحده مشهوره. الشهره هتحسسها انها ملكه انجلترا، فهتوجع راسك في الاول وهتكسر قلبك في الاخر. بس انا برضه انا مش شايف كده خالص. انا شايف ان حليم دلوقتي حاليا في ثبات انفعالي وقرب من ربنا اكتر، والدنيا معاه بقت كويسه اكتر، فاهم؟ ومش شاغله اي حاجه، ومهتم بس ببنته، ودي حاجه حلوه غير اي حاجه. يعني انا مش متفق معاك قوي في الراي ده. هي بقى سابته وراحت لحد تاني، دي حاجه تخصها هي، مالناش دعوه بيها. لكن انا شايف ان حليم دلوقتي بامانه هو مهتم بنفسه جدا، مهتم ببنته جدا، مهتم بصحته، قرب لربنا اكتر. والله اعلم هو يعني اللي احنا شايفينه ده على الميديا. بس انا شايف عكس اللي انت بتقوله ده تماما. لا الموضوع كده اتطور، ده بقى كده في هرمونات ذكور. لا 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 لا، ايه ده؟ لا الموضوع كده واخدنا في حته تانيه خالص. لا والله لا والله لا، مش هينفع الكلام ده. لا مش هينفع اكمل فيديو والله. لا الموضوع كده خرج عن حده. الموضوع كده خرج عن ايه ده؟ بتحبي ايه؟ انت ايه يابا؟ انت مش معانا ولا ايه في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ انا مش مستحمل اكمل الفيديو والله. تقريبا هو العروسه هتيجي تاخده باين. لا يابا، انا لغايه كده احنا كده حلوين مع بعض، مش هنكمل الفيديو اكتر من كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وكومنت، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.